مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم الرياضية التونسية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباء الرياضة، توفيق الشريفي يجسد حبه الكبير للنادي الافريقي بهذه الخطوة وقرار عاجل من سعيد السيبي في حق ادم جار. شوفوا كل التفاصيل على الموضوع هذا. توفيق الشريفي لاعب النادي الافريقي الشاب انطلق في اجراءات الحصول على الجنسية التونسية بمساعدة إدارة النادي، وجاءت هذه الخطوة بناء على رغبة اللاعب اللي بات كلوبيست للنخاع ومن عشاق الأحمر والأبيض كما أحب الأجواء في تونس ويريد المواصلة والاستقرار بيناتنا. وما دمنا نحكيو على النادي الافريقي، فقد علمنا ايضا انه الاطار الفني للنادي بقيادة سعيد السيبي قدم برنامج شامل وخاص لادم جر من اجل انقاص الوزن حتى يتمتع بفرصة للعودة الى التشكيلة الاساسية. كما قلنا برشا نظام قاعدين نشاهدوا فيه في النادي الافريقي، برشا حاجات ايجابية قاعدة تصير في النادي هذا، خاصة وانه يعني اجواء طيبة بعد الانتصارات الاخيرة للنادي الافريقي اللي عقد بقوة. كما قلنا في الخبر نتاعنا اليوم بالنسبة لتوفيق الشريفي اللي هو انطلق في اجراءات الحصول على الجنسيه التونسيه، ادم جرب قاعد ينقص في الوزن نتاعو من اجل العوده الى التشكيله الاساسيه.